السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أخبار جديد مع صوت زملكاوي. أرجو تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. لو الفيديو عجبك ادعمني بلايك وبشير، وبسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ أخبارنا. عندنا النهاردة في أخبارنا مباراة الزمالك وبوقيل للأسمدة، بيان النادي الأهلي لوقف قيد الزمالك، اللاعب آرون بوبينزا الجزيري تقرير، عبد الله السعيد تقرير، لاعب إيطالي وعرض جديد، إصابة فتوح، استدعاء 6 لاعبين من الزمالك لمنتخب 2005، تصريحات جروس، أول قرار لجروس، تحديد مباراة دور ال16 لكأس مصر، رحيل مشلاك، عبد الحليم علي مديرا فنيا، كهربا، وش السعد. بداية كده من مباراة الزمالك وأسمدة أبو قير في كأس مصر، أداء باهت جدا وممل، والحقيقة ممكن التمس العذر لبعض اللاعبين زي زيزو وفتوح وحسام عبد المجيد الأخ يعني. أقصد اللعيبة اللي هي بتلعب باستمرار أو كده كده هيلعب في المباريات أو التشكيلة الثابتة قدام أبو قير للأسمدة. لكن بالنسبة مثلا لعيبة يا جماعة زي مشلاك مثلا، مستني فرصة، انت نازل مستني الفرصة بتاعتك، هتتألق امتى؟ هتهدف امتى؟ ولو ما تألقتش قدام ابو قير الاسمده هتتألق قدام مين؟ ده اقل سكواد انت ممكن تقابله. امبارح مشلاك في استلام الكوره، دخوله على المرمى، اداء سيء جدا الفتره اللي هو نزلها خلال المباراه. اللاعب احمد محمود كان كويس جدا وظهر ظهر بمستوى جيد وكمل لنهايه المباراه. طبعا فتوح طلع واتبدل ونزل بداله عمر جابر اثناء المباراه، وهنشوف الاصابه بتاعته دلوقتي. اللاعب احمد محمود تألق بشكل كويس، وده ينبئ بلعيب هيبقى كويس او احتياطي كويس معانا في الفرقه. صعب اقيم اللعيبه بشكل عام، لكن الاهم اننا عدينا المباراه ديت في عوامل كتير زي وقت المباراه، عدم جاهزيه اللاعبين، الاعتماد على لاعبين بعينهم. المباراه نفسها يا جماعه تم حشرها ما بين المباريات الافريقيه كده في النص، دخلت في النص، فطبعا ما كانش فيه استعداد للمباراه ديت. ولكن التشكيله اللي نزلت واللعب والاحتياطي بتاع الفريق برضه بيديك إيحاء بالقماشة اللي مع جروس، وإن هو ما عندوش لاعبين احتياطي، وفقر القماشة اللي هي معاه ما فيهاش مرونة، مش قادر ينزل حد، مش قادر يغير مراكز لعيبة. هو مثبت 4 ورا قصادهم 2، هم دول يمكن الثابتين، وزيزو رغم أدائه اللي هو يعتبر هابط، هو مش قادر يطلع زيزو يحط حد مكانه، مفيش ملوش مكان يعني. ممكن بيحاول يبدل ما بين شلبي ومشلاك، والاتنين يعني زي ما بيقولوا كده من سيء لأسوأ. رغم ان شلبي نزل امبارح عمل، بس رغم كده برضو ما وصلش للي احنا عايزينه. على العموم ألف مبروك على الفوز، والحمد لله إن إحنا صعدنا. في دور ال16 إن شاء الله هنقابله بإذن الله مودرن سبورت، وربنا ييسر إن شاء الله. ويمكن أنا المباريات السيئة للزمالك في كأس مصر أنا بتفائل بيها الصراحة، يعني لما نمشوا كده بشكل سيء، واحدة 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 كده بنأدوا أداء سيء، بنقدروا نوصلوا للنهائي وربنا ييسر بإذن الله. النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ديت طلع بيان بيعلن فيه استيائه من قرار اتحاد الكورة بأن هو يجدول فلوس ومستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية وبيطالب أن اتحاد الكورة يلتزم بالقرار اللي هو خده، بأن هو كل الأندية تدفع الفلوس اللي عليها. وطبعا أكتر واحد متضرر من أن الاتحاد الكورة يلتزم بالقرار هو نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك عليه حوالي 60 مليون جنيه. فاتحاد الكورة في استياء شديد بسبب بيان النادي الأهلي، وطلع اتحاد الكورة بيان وقال إن هو دي حاجات داخلية، بالذات إن في بعض الأندية بتملك إرث ثقيل من المشاكل، وهي كمجالس إدارة ملهاش ذنب فيه، ده إرث سابق هو توارثه مجلس الإدارة اللي موجود، وكل نادي ليه مشكلة على حدة، وكل نادي ليه مشاكله الخاصة. وإن هو مش المقصود بإن احنا نطلع حاجة زي كده إن احنا عايزين نعجز النادي، لا، احنا بنحاول إن احنا نحل، وبنحاول إنه احنا نساعدهم في كده. واتحاد الكورة قال ان اي لاعب هيتم تسجيله هيدفع فلوس، وممكن ندفع من الفلوس المديونات اللي قبل كده، وهيتم تقسيطها على فترات واقساط معينة حسب النادي. دي كانت لمحة كويسة من اتحاد الكورة، واستياء شديد الصراحة مننا كنادي زمالك من النادي الاهلي. هو انت ايه المقصود يعني؟
انت بتحاول ان انت تعجزني يعني مثلا في حاجه زي كده. فهي كانت غريبه جدا يعني، باين من النادي الاهلي غريب جدا ان انت تطلع وتقول احنا يجب ان احنا نلتزم بسباق بدفع المديونيات. دي حاجه ما تخصكش يعني، دي حاجه داخليه، انت تدفع فلوسك وانت ساكت يا اما ما تدفعش. اللاعب الجابوني سيء السمعة أروني بوبنزا اللي الزمالك كان هيحاول إن هو يتعاقد معاه، واللي أثار ضجة خلال الفترة اللي فاتت. بدأ إن هو يعمل نفس المشاكل مع نادي بوخارست الروماني، ربيط بوخارست، وبدأ يثير معاهم برضو المشاكل لأن جايله عرضين من خارج رومانيا، من تركيا. في ناديين عايزين يتعاقدوا مع اللاعب، وبيبدأ إن هو يثير المشاكل عشان يروح يتعاقد مع الأندية ديت. ويمكن نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بعدنا عن اللاعب ده بمشاكله. ويا ريت الزمالك لو بيقاضي اللاعب يفضل مستمر لمقاضاة هذا اللاعب، لان من الواضح جدا ان هو لاعب سيء السمعة. في جلسة جمعت بين السيف الجزيري ومجلس إدارة نادي الزمالك، وطبعا على رأسهم أستاذ حسين لبيب كابتن نادي الزمالك. وفضلت الجلسة ساعات متأخرة. أستاذ كابتن حسين لبيب طول الجلسة كان بيأكد على احترامه للاعب وتقديره له. ولكن بص بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها، الإهمال وعدم التعامل مع اللاعب أصلا. يعني سيف الجزيري علق على حاجتين. أول حاجة الإهمال، محدش كان بيتكلم معاه خلال الفترة اللي فاتت، أو حاول إن هو يتواصل معاه. دي حاجة رغم إن اللاعب ليه فلوس، دي رقم واحد. رقم اتنين إن اللاعب حس إن هما بيسلموا له الجمهور، أو إن هما بيحاولوا إن هما يطيروا اللاعب. مع طبعا حتة إن هما قبل كده إن هما طلبوا من اللاعب إن هو يقلل عقده بعد ما مضوا على العقد. وأنا معرفش ليه هما مضوا على العقد، طالما أنت مضيت على العقد يبقى ادفع اللي فيه. ده أنا اللي أعرفه، ده الشرط عقد المشترطين، فاهمني؟ طالما انت كتبت عقد تمام يبقى انت ملتزم باللي فيه. انما انت ترجع بعد ما تكتب العقد تقول له قلل، طب ما هو انت خلاص خلصت ومضيت، وانت خلاص انت ملزم بالعقد ده لمدة سنتين. لو راح هو قضاك في اي حتة في الفيفا انت ملزم. طبعا اللاعب اتكلم في النقط ديت، وفي نهاية الجلسة ما وصلوش إلى حلول. المفروض إن اللاعب الساعة 12 يوم الخميس بالليل هو كده في حل من الموضوع، وياخد القصة كلها وياخد العقود بتاعته ويطلع على الفيفا ويشتكي. طيب اللاعب ليه حوالي 600 أو 650 ألف دولار حاجات أو مستحقات سابقة بالإضافة للعقد بتاعه. يعني بتتكلم في حوالي، العقد بتاعه برضه هتلاقي 650 700 حاجة زي كده، يعني كله التوتال داخل في 2 مليون دولار انت ملزم ان انت تدفعهم. ده ألف ب تعاقدات وألف ب تعاملات. في حاجة زي كده انت بقى هتعمل ايه؟ انت هتلبس نفسك 2 مليون دولار واحنا لسه بندفع، عمالين ندفع مستحقات ده ومستحقات ده. وزي برضو نفس خطأ ابراهيم نضاي، نفس الخطأ برضو. واللاعب برضو خد بعضه ومشى. اخر محدش اتكلم معاه، وفي الاخر خد بعضه ومشى وراح قضاهم، وبرضه بيدفعوا فلوسه. ليه اخطاء متكرره، اخطاء متكرره؟ معرفش. تعالوا اقول لك بقى بالنسبه لعبد الله السعيد. اتكلمنا امبارح وقلنا ان في عروض جايه له من ليبيا، وفي عروض جايه له برضه من قطر. في نوادي قطريه عايزه تتعاقد معاه، واكثر من نادي عايز يتعاقد مع عبد الله السعيد. ولكن عبد الله السعيد كيل دوت مفوض عبد الله السعيد ان هو يتكلم، لاني عارف ان هي الانديه المصريه مش ملهمش كلمه من الاخر يعني. ممكن يتفق معاه على الاتفاق ويرجع تاني. فهم فوضوا عبد الله السعيد، لو انتم موافقين يطلع عرض 6 شهور وبمبلغ كويس مفيش مشاكل. ويمكن عبد الله السعيد نقل العرض لإدارة نادي الزمالك إذا كانوا موافقين أو مش موافقين خلال الفترة القادمة. ولكن أعتقد إن الطلب ده هيقابل بالرفض من ناحية عبد الله، من ناحية إدارة نادي الزمالك. في لاعب إيطالي معروض على نادي الزمالك، أندريا كومبانيو، لاعب فريق تيانجينا الصيني، كإحدى أبرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق. طب الراجل ده أرقامه إيه؟ الراجل ده أحرز 17 هدف في 26 مباراة. جروس شاف اللاعب ومعجب بيه جدا، وبيطالب إدارة نادي الزمالك إن هي تتعاقد معاه. ولكن الخلاف في طلبات اللاعب، إن هو عايز 2 مليون دولار سنويا، بينما الزمالك سقفه طبعا 500 ألف دولار. طبعا مسؤولين الزمالك بيحاولوا ان هم يوصلوا لحلول مع اللاعب، ان هو يكون في وسيط ما بينه وبينه، بيحاولوا ان هم يقدروا ان هم يوصلوا لحل مع اللاعب المرشح.
طبعا فتوح خرج خلال مباراة أبو قير الأسمدة ما بين الشوطين، وبالنسبة لتشخيص الإصابة بتاعته تقل في العضلة الخلفية، وهيتم فحص الإصابة خلال الفترة الجاية والاطمئنان على اللاعب. طبعا احنا عارفين ان معسكر 2005 تولى المدير الفني أسامة نبيه قيادة الفريق دوت في منتخب الشباب، وهيبدأ المعسكر بتاعه 10 يناير، وهيتجمع لاعبين المنتخب، ويمكن واخد من نادي الزمالك 6 لاعبين: أحمد مجدي ومحمد السيد ومحمد إبراهيم وعمار ياسر وأحمد الخضري وأيمن أمير عبد العزيز. تصريحات جروس بعد المباراة أكد إن جيد جدا إن إحنا بنسجل في أول المباراة، وإن الحظ ما كانش معانا في تسجيل ضربة الجزاء المهدرة من جانب أحمد السيد زيزو. من الناحية الدفاعية كنا جيدين جدا وكنا بنأدي بشكل جيد، لكن علينا إن إحنا نكون أكثر شراسة هجومية في المباراة القادمة. بداية من مباراة الأحد أمام بلاك بولز، علينا إن إحنا نقفل مباريات الكاس والتركيز في الكونفدرالية، وهو مازال محتاج بعض الوقت للتعرف على إمكانيات اللاعبين. فأنا لم أتواجد في الفريق إلا من فترة قصيرة. عبد الله السعيد هيكون متواجد في مباراة بلاك بولز، مؤكد ان اللقاء القادم قد يشهد عدد من التغييرات. اشار ان الثلاثي محمد صبحي وحمزة المسلوسي واحمد محمود قدموا اداء جيد على الرغم من مشاركتهم بعد غياب طويل. وعن توقيت المباراة شدد جروس على ان الفريق تأثر بهذا التوقيت، وهو على المستوى الشخصي لا يعرف سبب اقامة اللقاء في هذا التوقيت، قائلا قد يكون الاسباب تسويقية. وبالنسبة لفتوح قال إن هو تم تبديله ما بين الشوطين لأنه شعر بإصابة وشد عضلي، وعشان كده قرر إن هو يغيره. أول قرار طبعا لجروس بعد المباراة إن نظرا لضيق الوقت الفريق هيستمر في تدريباته عادي جدا بداية من يوم الجمعة، وهيستأنف التدريبات بشكل طبيعي، وهيحصل بالنسبة للاعبين اللي هم لعبوا المباراة تدريبات استشفائية أثناء التدريب. أما باقي اللاعبين فهم هيعملوا تدريباتهم بشكل طبيعي. بالنسبة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر هتبقى 9:30 مساء الجمعة 7 مارس، وتم تحديد المباراة في دور ال16 من كاس مصر. طبعا في عركة دايرة كده من مجلس الإدارة داخلية بسبب مشلاك. حسين لبيب مصمم إن اللاعب يمشي من نادي الزمالك، وأحمد سليمان بيقول إن هو ما خدش الفرصة. والمشكلة ان حسين لبيب هو اللي متصدر في او هو الوجهة بتاعة النادي طبعا. فاللعيب كل ما بينزل وبينزل بالاداء السيء ده، فده طبعا في وش رئيس النادي، فهو عايزه يمشي عشان يخلص من لاعب زي ده، لانه كل ما بينزل بيبقى فيه استياء جدا من اللاعب، لان اللاعب فعلا سيء جدا ومستواه ضعيف جدا. هنشوف خلال الايام الجاية هترسى على ايه. طبعا ألف مبروك لنجمنا عبد الحليم علي، هيتولى المدير الفني لفريق مودرن سبورت. وطبعا نظر لأوضاع الفريق السيئة جدا في المركز ال17 برصيد 5 نقاط، ومعاه أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق كمدرب ضمن الجهاز الفني للفريق. نتمنى التوفيق لنجمنا عبد الحليم علي. طبعا خبر طريف، احنا عارفين ان كهربا رايح الاتحاد الليبي، وبعد ما خلاص الدنيا تمام واللاعب رايح الاتحاد الليبي، تم ايقاف قيد نادي الاتحاد الليبي بسبب لاعب زملكاوي مؤمن سليمان كان ليه مستحقات مع النادي واشتكى النادي، وبالتالي تم ايقاف قيد نادي الاتحاد الليبي عشان يكون كهربا وش السعد على النادي. بهذا الخبر تنتهي أخبارنا. كان معكم عادل أحمد صوت زملكاوي، وشكرا لحسن متابعتكم، وعلى وعد باللقاء.